ازيكم يا حلوين؟ حابة بس قبل ما نبدأ فيلمنا افكركم باللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ فيلمنا. وفيلمنا بيبدأ معانا بالشرطة، وهي هنا كانت بتنزل راغو من عربية الترحيلات، ورئيس القسم هنا بيستلم ملف القضية وبيدخلوا راغو هنا الحجز، ورئيس القسم هنا بيختم الملف بان القضية خلاص اتقفلت، وبيحط الملف ده في وسط الملفات. وفي الساعة هنا بيجي تليفون من كمار للشخص ده، وبيعرفوا ان في مشكلة في الكلية وان في واحد عاجز اخت انور، والشخص ده بيجمع كل الشباب بالاسلحة بتاعتهم وبيقول للشباب فين ساتيا، وده بيكون ساتيا وبيوصل ليهم. وكمار بيقول له اخت انور في واحد بيعاكسها، وساتيا بيقول له مين، وكمار بيقول له واحد اسمه كارسي. وساتيا والشباب هنا بيروحوا الكلية، وساتيا لما بيدخل على كارسي ساعتها كان عمال يعظم نفسه قدام ساتيا. وساتيا والشباب هنا بيدخلوا المحاضرة، وساتيا بيسأل مين عاكس اخت انور، وكمار بيشاور على فيكي، وفيكي لما بيشوف كده بيطلع يجري، وساتيا هنا بيجري وراه، لكن ساتيا هنا بيضربه. وعائشة هنا بتشوف اللي بيحصل من فوق، وبيجي الشرطة، وانور بيدخل على ساتيا وبيهزقه وبياخده معاه، لكن ساتيا هنا بيرجع ويضرب فيكي. وساتيا بيقول للشرطي اتفضل بقى، كان لازم اخد حقي منه الاول. وعائشة هنا بتكون حزينة قوي، والشرطي انور بيطلع هنا صاحب ساتيا ويقول له خليك عاقل وبلاش خناق. وساتيا ساعتها بيقول له اختك اتعكست وانت مش هتعرف تعمل حاجة علشان انت شرطي. وانور يقول له وانت كمان هتكون شرطي وما ينفعش اللي انت بتعمله، وما تعملش مشاكل لحد ما تاخد امر تعيينك. وهنا بيكون في شركة داس بتاعة توصيل الطلبات، وكان شغال هنا في تهريب المخدرات، وكان عنده ديليفري بيوزع هو المخدرات دي، وده ديفيد. وبيطلع هنا عند داس وبيعرفه ان طلبية تيتا جار خلصت، وداس بيقول له وصلها هناك، وبتكون الدليفري هنا بيبداوا يتحركوا علشان يوزعوا، ودي بتكون سانديا. وبيقابلها هنا راج، وبتقول له انا مش قلت لك بلاش تقابلني بعد المدرسة، واحنا كل يوم بنشوف بعض في الدرس الخصوصي. وبيجي راغو هنا وبيقف قدامهم، وبيتعصب هنا على سانديا، وبتقول له انت مين، وراج يقول له هي كمان مش عارفاك، يلا امشي من هنا. وراغو هنا بيضربه، وبيقول له لو شفتك معاها تاني هقتلك، وبيسيبه ويمشي. وسانديا هنا بتقول لراج والله ما اعرف. وبيروح ساتيا المستشفى، وبيكون معاه هنا تليفون، وبتيجي شانيا وبتخبط فيه، وبعد كده بتتأسف له، لكن هو بيروح وراها وبيقول لها هو في ايه، وهي بتقول له محتاجه حد يتبرع لي بسرعه بالدم، وهو ساعتها بيسلم نفسه ليها على طول، وساعتها بتاخده بتخليه يتبرع بالدم. وبيروح ساتيا هنا للشرطي، والشرطي بيقول له اختي فيكي قدمت شكوى ضدك والمفروض تعتذر لها. وتيجي هنا شانيا، وبتكون هي اخت فيكي، ولما تعرف ان هو اللي ضرب اخوها بتتعصب عليه، وساتيا هنا بيعتذر ليها، وبعد كده بيمشي. وتاني يوم ساتيا بيروح عند انور، وابو انور بيقول لساتيا انت طلبت تعيينك فين، وساتيا بيقول له حسب قيمة الرشوة، يعني كل ما بتدفع كل ما يجي لك المكان. وابو انور هنا بيقول له ما تورطش نفسك في الرشاوي. وابو انور هنا بيقوم، وساتيا بيعرف من انور ان ابوه مديون وعليه فلوس للناس، والناس اللي ابويا خد منهم الفلوس عايزين البيت ده، وابويا خسر كل حاجه، وبيمشي. وعائشه هنا بتقول لساتيا خد الاكل ده وديه لفيكي، وساتيا طبعا بيوافق علشان خاطر عيونها وبيمشي. وانور هنا بيروح عند داس، وبيطلب منه ان هو يصبر عليه شويه على باقي الفلوس، وداس ساعتها بيوافق بس بشرط ان انت تشتغل معايا، وساعتها طبعا انور بيوافق. وساندي هنا بتضرب راج علشان كان مصدق ان هي تعرف راغو. وساتيا ساعتها بيروح البيت عند فيكي، وبيكون ابو فيكي بيدي دروس في البيت. وبتيجي هنا شانيا، وتلاقي ابوها وفيكي فرحانين بساتيا، وهي ساعتها بتتعصب عليه وبتاخده وبتنزل بيه تحت، وهو ساعتها بيفضل يعاكس فيها، وهي بتكون فرحانه قوي بس بتعمل نفسها مكسوف. وبيبدا هنا سحر الحب بينهم لغايه اما تقع في حبه. وهنا الصحفيين كان بيبقى عند بيت ابو فيكي، وبيتكلموا عن فقدان سانديا، والشرطه كمان كانت هناك، وكانت هنا تتحقق مع الكل ومنهم راج. وبتيجي شانيا وساتيا هنا ويطلعوا عند ابوها، وبيلاقوا الشرطه بيحقق معاه هو كمان. وساتيا بيعرف من الشرطي الموضوع ايه بالظبط، ولما بيبص على التلفزيون بيلاقي الاخبار كلها بتقول ان قاتل سانديا سلم نفسه للشرطه واحنا هنحقق معاه. وراغو بيقول في التحقيق قتلتها علشان رفضتني بسبب ان انا فقير، وعلشان كده انا قتلتها وكمان ولعت فيها. ونرجع مع بعض لما الملف انحط وسط الملفات، وهنا المستشار بيروح عند انور في الساحه وبيطلب منه الفلوس بتاعته، وانور بيطلب منه فرصة كمان، والمستشار هنا بيضربه بالقلم. وساتيا لما بيشوف كده بيجري عليه علشان يضربه، لكن اصحابه وانور بيمسكوه، وانور بيقول له بلاش خناق علشان هتكون شرطي، وساعتها بيمشوا بيه. وبيجي هنا ابو ساتيا وبيقول له جواب تعيينك جه، مبروك بقيت شرطي. وبيرجع ساتيا هنا ساعتها
وبيضرب المستشار. ما خلاص بقى جاله الجواب. وتاني يوم بيروح ساتيا القسم وبيكون طبعا ايديه مش فاضيه وجايب معاه حرامي راجل يلا. وبيدخل ساتيا هنا عند المفوض وبيسلمه هنا جواب التعيين، والمفوض بيطلب من الشرطي ياخد الحرامي ويبعت له بيستول، وده بيكون بيستول. والمفوض بيقول له ساتيا بيتدرب هنا، عرفه فين مكانه في القسم. وبيستول هنا بياخد ساتيا لمكانه في القسم وبيكون غرفة المراقبة، ودي كانت مهمته ان هو بس يرد على التليفونات علشان البلاغات. وساعتها ساتيا هنا بيكون حزين قوي، وبيستول بيعرفه بثانية المسؤول عن مراقبة الكاميرات، وكمان على مورو مسؤول التتبع على اي خط تليفون. وبيستول بيقول له غرفة المراقبة مهمة جدا واستقبال المكالمات برضو مهمة. وساعتها بيعلم ساتيا ازاي يرد على التليفون ويقول اهلا مية، وساتيا بيقول هنا مرحبا مية. وبدأ ساتيا يستقبل المكالمات وكلها بتكون تريقة، وبيكون ساتيا ساعتها بتعصب قوي. وساتيا بيروح مع انور المكان ده علشان انور يسلم حاجة كانت تبع دايس، لكن ساتيا هنا بيبص عليه وبيلاقي هنا عايشة وفيجي بيكونوا مع بعض في نفس المكان. وبيطلع ساتيا هنا ليهم وبيتعصب عليهم، وبيدخل عليهم انور وبيتعصب هنا على ساتيا وبيقول له عشان هو اخوه حبيبتك تعمل كده في اخت صاحبك. وانور هنا بيمشي وساتيا بيكون حزين جدا وبيروح الشغل تاني يوم. وبيستول بيلاحظ حالته ويقول لزميله راقب اتصالاته. وبيجي مكالمة هنا لساتيا وبيتقال فيها في حد خطف ابني، لكن ساتيا هنا بيكون مش مركز نهائي في المكالمة وبيقفل الخط. وبيستول ساعتها بيتعصب عليه والمفاوض بيعرف باللي حصل وبيسمع المكالمة. وساعتها بيتعصب على ساتيا وبيقول له هتروح عند أسرة الطفل علشان تحس بالغلط اللي انت عملته. ولما بيروح ساتيا هنا بيلاقي الأم منهارة والأب بيقول له أرجوك انجز ابني. وتاني يوم ساتيا هنا بيروح الشغل وبيلاقي الشرطي المختص بيسمع المكالمة بتاعة الخاطفين الطفل وعن المكان اللي هيستلموا فيه الفلوس. وهنا بيكون الشرطة مراقبة المكان، وبيجي واحد هنا وبياخد الشنطة وبيدخل بيها البيت. والخاطف بيتصل بالأم ويقول لها انا بتكلم مع الشرطة، وبيقول لهم اول ما هستلم الفلوس هعرفكم مكان الطفل. ومورو بيقول للشرطي المختص عن مكان المكالمات. وساتيا ساعتها بيكون متابع كل حاجة. وساتيا كان لسه هيروح يتكلم مع الشرطي المختص، ساعتها بيقول له اسكت انت بتتدرب هنا ويلا امشي. وساتيا بيطلب من بستول ان هو يخلي خط التليفون مفتوح علشان يسمع كل حاجة. والمفوض بيقول له رايح فين؟ وساتيا بيقول له رايح اجيب شاي. وبيجري ساتيا والخاطف هنا بيتحدى الشرطة ان مفيش حد هيقدر يمسكه. والشرطة بتدخل هنا البيت وبتلاقي الشنطة فاضية بس فيها شريحة. وساتيا بيقول لي بيستول الخاطف اتحرك في 4 اماكن في 10 دقايق، والمنطقة اللي جاية هتكون نونجا. ومورو بيقولوا اخر مكالمة كانت من نونجا. وبنكتشف ان الخاطفين بيكونوا في القطر وبيعرفوا هنا ياخدوا الفلوس والطفل بيكون معاهم. وساتيا هنا لما بيوصل المحطة بيدخل اول عربية، لكن ساعتها بينزل منه لما بيلاقيش حاجة. وبعد كده بيفتكر ان هو ممكن يكون في البضايع، ويلاقي ساعتها ان القطر بدأ يتحرك. وساتيا هنا بيجري ورا القطر، والخاطف بيقول لرجالته هنا اذبحوا الولد ده. وقبل ما يذبح الولد بيفتح هنا الباب وبيلاقي ساعتها ساتيا بيجري قدام الباب. وساتيا ساعتها بيدخل وبيعمل معهم الصح كله وبيروق عليهم وبيديهم العلقه التمام. والطفل هنا بيرجع عند ابوه وامه وبيكون لسه الشرطي المختص بيفكر في مكان الطفل. وساتيا هنا بيرجع الشغل وده بيتكلم في التليفون وبيقول المخدرات خلاص اتحملت في العربيه وهتتحرك اهو. وبيجي اتصال بيعرف ديفيد ان العربيه تعرضت للحادثه والشرطه بتيجي. وديفيد هنا بيراقب الموضوع، بس لما بيجي انور يحل الموضوع ده وبيخلي العربيه تمشي. وديفيد بعد كده بياخد العربيه ويروحوا بيها المخزن، وده بيروح يتاكد المخدرات في المكان ويعرف اللي معاه في التليفون كده. وبينسى هنا يقفل باب العربيه، وهنا تانك البنزين كله بيفضى على الارض. وساتيا بيروح الشغل وبيرجع تاني دهل العربيه وبيحط التليفون بتاعه في العربيه على الشاحن. وهنا بنشوف جوه العربيه ان في سرير مجهز، وبنت هنا بتفوق من على السرير وبتنزل من العربيه وبتسمع هنا صوت التليفون بيرن وبتاخد التليفون. وكانت هنا بتحاول تفتحه لكن ما بتعرفش تفتحه، وبتتصل هنا برقم النجدة 100. وجهاز ساتيا هنا بس بيكون فاضي وبيرد في اخر ثانية. وبتطلع هنا ان هي سانديا وبتفضل هنا تعيط. وساتيا بيفضل يقول لها الو ارجوكي بطلي عياط واشرحي لي في ايه بالظبط. وهي بتقول له في حد خطفني وما اعرفش انا فين وارجوك لازم تنقذني. وتقول له على اسمها واسم ابوها وكمان هي في سنة كام وعلى عنوانها. وهو ساعتها بيقول لها ما تخافيش الشرطة هتكون عندك
خلال 10 دقايق بالظبط، والخط هنا بينقفل. بتروح ساندي هنا تحط التليفون تاني على الشاحن. ساتيا بيروح عند مورو ويقول له تابع لي الخط ده وشوف لي الاتصال ده جاي منين. مورو هنا بيقول له على الموقع، وان اقرب دورية شرطة هتكون على بعد 200 متر. ساتيا بيقول هروح ابلغهم. ساتيا هنا بيبلغهم عن اختطاف البنت وان الموقع عندك، والشرطي هنا بيتحرك وبيروح الموقع. ولما بيروح عند ديفيد ورجالته، ساتيا بيقول للشرطي رقم الهاتف اللي اتصل باسم رجيش، والشرطي هنا بيسأل في حد اسمه رجيش، ورجيش بيقول له انا، والشرطي بيقول له هات بطاقتك، ومن الافضل واحسن لك ان احنا ندور جوه احسن. ديفيد هنا بيضرب رجيش بيعمل حوار، وقلت لك بلاش تتصل قبل كده برقم 100. والشرطي هنا بيضرب ركيش وديفيد وبيقول لركيش البنت هربت. والشرطي بيقول لساتيا الشخص اللي اتصل كان بيهزر. ساتيا بيقول له لا، الموضوع ده كان جد قوي. ساتيا هنا بيدي كل معلومات سانديا لمورو، ومورو بيقول له ده بقالها اسبوعين ميته. ساتيا بيقول له لا، دي ما ماتتش، وهي اللي اتصلت بيا بالتليفون بتاع ركيش. سانديا هنا بترد عليه، واول ما بتسمع صوته بتعيط وتقول له ارجوك انقذني، ويقول لها انقذك ما تخافيش، واللي هيحصل دلوقتي هم هيدخلوا عليكي وهيؤذوكي، بس مش هيقتلوكي علشان عاوزينك حيه، وهينقلوكي من المكان ده، واقفلي التليفون خالص وارميه في اي حته. ساندي ساعتها بتعيط، والشرطه الدوريه بيمشي والرجاله بيدخلوا المخزن. ساندي هنا بتقفل الخط وبترمي التليفون، والعصابه هنا بيمسكوها ويضربوها. ديفيد بيخلي حد يتصل على رقم رجيش، ركيش بيلاقي التليفون، ديفيد بيأمره ان هو يكسر الشريحه بتاعته وكمان يكسر التليفون خالص. ساتيا بيقول لمورو اتبع الرقم اللي اتصل برقم ركيش دلوقتي. ديفيد والرجاله بيتحركوا. ساتيا ساعتها بيتحرك، والمفاوض بيقول له انت رايح فين؟ ساتيا بيقول له رايح اجيب شاي. بيروح ديفيد هنا والرجاله الفندق، بيحطوا العربيه في الجراج، بينزلوا بيسيبوا هنا سانديا فيها. بيروح هنا ساتيا الفندق، ديفيد بيشوفه وبيطلب من الرجاله ان هم يروحوا الديسكو اللي في الفندق. ساتيا ساعتها بيروح الديسكو، طبعا بيكون مليان جدا. بيطلع ساتيا هنا عند بتاع الدي جي. ساتيا بيخلي جاكسون يتصل بالرقم ده اللي هو بتاع ركيش، والتليفون هنا بيرن. ساتيا بيحط المكالمة على السماعات بتاعة الدي جي، بيكون الشخص هنا واضح. ساتيا بينزل له بيقول له فين البنت، لكن هو مش بيرد عليه. ساعتها بيفضل هنا يضرب فيهم كلهم. ساتيا بيروح وينقذ سانديا، بيتصل هنا بانور، وانور بياخد رجالة ديفيد وسانديا. ساتيا بيقول له شكرا واسف ان انا ازعجتك، بس انت عارف ان انا ما بثقش غير فيك. وانور ساعتها بيمشي. تاني يوم ساتيا هنا بيشوف الاخبار بتتكلم عن راغو، وان المحكمة بصت على مستقبله والعقوبة هتكون سنة بس. ساتيا ساعتها بتعصب جدا، وان حتى الصحف ما جابتش سيرته ولا سيرة انقاذ البنت. بيروح ساتيا هنا عند انور في القسم، بيقوله لما انا قلت لك تودي البنت عند اهلها ليه ما بلغتش اهلها ان هي لسه عايشه؟ هي فين البنت وانا عاوز اشوفها؟ وانور يقوله بنت مين؟ وساعتها ساتيا هنا بيتعصب عليه وبيقوله انت كده مشترك في جريمه كبيره قوي، ولو حصل لها حاجه انا هقتلك. بيروح ساتيا هنا عند مكتب كاميرات الفندق وبيبص على كاميرات الجراج، لكن بيلاقي هنا ان في فتره ممسوحه من الكاميرات. وبيسال هنا المسؤول، والمسؤول يقوله ان في مفتش جه هنا ومسح المقطع ده. ساتيا هنا بيوري له صوره انور، والمسؤول ساعتها بيقول له ايوه هو ده. وابو شانيا هنا بيتصل بساتيا وبيقول له انا عاوز اشوفك، ولما بيروح له بيعرف منه ان فيكي وعيشه هربوا مع بعض. ساتيا هنا بياخد رقم فون فيكي من ابوه، بيتصل هنا بفيكي وبيقنعه ان هو يرجع له وهو هيعرف يتصرف مع انور. وهنا كل مكتب غرفه المراقبه كانوا بيحتفلوا ببيستول علشان نهايه الخدمه وخلاص هيطلع المعاش. وبيستول هنا بيشكرهم كلهم. ساتيا هنا بيعرف بيستول بموضوع قضيه سانديا، ويقول له كام واحده هنا اتخطفت وبتكون لسه حيه وليه بيحصل كده. وانور بيخلص من كل الادله بتاعه القضيه، بيطلب من بيستول هنا المساعده علشان يعرف يقبض على الشبكه دي. بيروح ساتيا هنا وبيستول عند راغو في السجن بتاع الاحداث، لكن راغو هنا بيتكلم معاهم قوي بتعالي وكان متكبر قوي. وكمان هنا وبيقول لهم هنا مش هتعرفوا تضربوني. بيمشي راغو من هنا من قدامهم. بيطلع هنا ونلاقي راج حبيب سانديا بيضربه، وبنشوف ساتيا هنا وبيتفق مع راج يعمل كده. وراج هنا بيضرب راغو، بيدخل هنا راغو عند ساتيا. بيستول بيحكي اللي حصل، بيقول المخدرات بتوصل
في علبة التليفون واحنا علينا بس نوزعها. ومرة طلبوا مني ان انا اسلم نفسي في جريمة قتل بمقابل 1,000,000 روبية، لكن انا ساعتها وافقت علشان الفقر اللي انا فيه وانا معرفش حاجة تانية. وساتيا بيقول لي بستول ان داس هو الوحيد اللي بيهرب المخدرات بالطريقة دي، ولو مسكنا داس القضية ساعتها هتنتهي. وديفيد بيروح عند داس وداس هنا بيضربه وبيقول له احنا بنهرب مخدرات وانت بتخطف البنات في عربيتي ومين وراك. وديفيد بيقول له سامحني. وداس بيقول له لازم تموت وبيؤمر رجالته انهم يقتلوه. وساعتها كل الرجاله بيقفوا جنب ديفيد وبيخونوا هنا داس ويقوموا ديفيد هنا على الارض. وديفيد بيقول له مهمتنا اغلى من المخدرات، احنا بنصطاد البنات من الطبقه الوسطى وكل الصور بننشرها على الواتس، ومجموعه من الاغنياء بيعملوا هنا مناقصات على الصور دي، واحنا بنعرف كل تفاصيل البنات من على الفيسبوك، والبنت اللي بترسى عليها المزاد بنخطفها بالطريقه دي، والاغنياء هنا بيستلموا البنات وبيستمتعوا معاهم للابد. والشرطه لما بتدور بتكون كل الادله بتؤدي الى موتها، والقضيه ساعتها بتتقفل وبنخرج هنا الجثه من المشرحه. ايه رايك؟ خطتي عجبتك؟ وديفيد هنا بيطلع فلوس لداس وبيقول له ده تمن علاجك وهبقى اشتري ورد على قبرك. وبيؤمر الرجاله هنا يقتلوا داس، لكن داس هنا بيضحك وبيقول لديفيد الله ينور عليك، انت اعترفت على نفسك في كل حاجه. والشرطه سمعت كل حاجة. وبيظهر هنا ساتيا ويطلع سيف هنا على رقبة ديفيد، ونرجع هنا ونشوف ساتيا وهو ماسك داس، وداس بيقول له هعرفك الحقيقة كلها. وساتيا هنا بيقبض على ديفيد، وعند الإشارة ديفيد بيقول لساتيا أنا جاهل زي داس ومش أنا اللي بخطط لكل ده، وانت تعرف كويس أوي الشخص المسؤول عن كل حاجة وتعرفه كويس أوي. وبيجي هنا الموتوسيكل ده واللي سايقه بيضرب النار هنا على ديفيد وبيقتله ويهرب. وساتيا هنا بيتصل ببستول ان هو يراقب الكاميرات اللي في الشارع، وبيستول بيقول له ده طلع انور، والشرطه هنا بتمسك انور. وساتيا بيتكلم معاه وبيعرف منه ان عيشه كمان اتخطفت وفيكي، وانور ساعتها بينتحر. وساتيا بيروح المستشفى لشانيا، وفيكي بيكون حالته وحشه قوي وبتكون لسه عيشه مخطوفه. وبيجي تليفون هنا وبيقول له عن مكان عيشه، وبيروح ساتيا عن الموقع. وساتيا هنا بيفتح شنطه العربيه وبيلاقي فيها سانديا، وسانديا بتقول له مواصفات زعيم التشكيل، وبيطلع ان هو فيكي وان هو رازي التشكيل لخطف البنات. وفيكي هنا بيهرب من المستشفى. وساتيا هنا بيتابع تليفون فيكي وبيكون فيكي مع عايشة، لكن ساتيا هنا بيواجه كل رجالة فيكي وبيقبض عليه، وبيوصل سانديا لأمها، وبيتم هنا القبض على كل الأغنياء اللي بيكونوا معاهم البنات المخطوفة. المفوض هنا بيقوله انت اتنقلت للبحث الجنائي، لكن ساعتها هو بيرفض وبيقول له لا انا عاجبني مكاني هنا ان انا ارد على التليفونات. لكن ساتيا ساعتها بيدي المسدس لبستول وبيقول له انت قدامك 5 دقايق وتطلع المعاش، استخدم مسدسك بقى لأول مرة في حياتك واقتل فيكي. وفعلا بيقتل فيكي. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.